أهلا وسهلا بحضراتكم، أسعد بلقائكم اليوم في حلقة جديدة من 30 عقدة الجربر في 30 يوم من رمضان. جالنا سؤال من زميل عزيز عايز جوه جدول الموديل على الباترن ديزاين يخلي كل خامة بلون. بيقول لي المفروض ازاي اخلي القماش كل حاجة بلون غير البطانة، تمام كده؟ طيب لو جينا فتحنا هنا جدول موديل، أول ما نفتح الستورج اريا لو لقينا اوتوماتيك جدول الموديل متقسم إلى خانات كده، كل خانة منفصلة، اوتوماتيك أعرف إن جدول الموديل ده واخد خامات، وكمان في فابريكس مختلفة عن بعض. هو بالتالي بيعمل إيه؟ بيفصل لي كل فابريك لوحدها. طيب هفتح ده على الأول على الموديل اديتور عشان أتأكد من موضوع الفابريك. هابُص هنا جوّه خانة الفابريك ألاقيه مقسّم فعلًا خامات، آدي الB وآدي الF وآدي الH، في كذا خامة عندي في جدول الموديل. طالما عملت هنا خامات أوتوماتيك تظهر عندي هنا في الفابريك. طيب الأول هنروح ندّي ألوان زي ما هو عايز، وبعد كده أشرح لكم حاجة مهمة جدًا، إن أنا ينفع أستعين بالفابريك بتاعة جيربر، أو أنا أضيف فابريك أصورها بالموبايل وأدخلها عندي عادي جدًا. الموضوع بسيط جدًا. هاجي هنا هاقول له open with pattern design، فتحت جدول الموديل ده على الpattern design. أوكي، ألاقي أجزاء الباترون الdefault بتنزل عندي هنا كده، هاضغط كليك يمين وأقول له place all tile، نزلوا لي كلهم بالشكل ده. طيب هاجي هنا أقدر أخفي اللون ده من view وأقول له filled pieces هنا، وأقدر أظهره تاني عادي جدًا. خلّينا نظهره عشان نشوف الألوان دلوقتي. ده اللون الdefault بتاع جيربر. هاخش على قائمة edit customize preferences color، وهاجي هنا أقول له تعالَ، آدي الfabric type، أنت عندك خامة اللي هي الأجسام مثلًا اللي هي الF، أختار اللون اللي أنا عايزه أهو، خلّيها لي باللون الأزرق. أوكي apply، بقت بالأزرق. عندي الخامة اللي بعدها الP البطانة مثلًا، خلّيها لي بأي لون تاني، خلّيها لي باللون الأخضر أهو. أوكي apply، بقت باللون الأخضر. عندي خامة تانية اللي هي الB، هاختار أي لون أنا عايزه وليكن اللون ال ده مثلًا أهو. نفتح شوية من هنا، نغيّر شوية في درجات الألوان أهو، زي ما إحنا عايزين، ما عندناش مشكلة خالص، اللون ده حلو. أوكي apply، خلاص. وعندي لون أخير اللي هو الH، أختار له أي لون أنا عايزه وليكن اللون الفاتح ده. أوكي apply save أوكي. لمّا تيجي تنزّل هنا هتلاقي كل أشكال الباترون عندك موجودة أهي بمختلف الألوان، يبقى أنت صنّفت الأجزاء عندك زي ما أنت عايز. طيب عايز أستعين بخامة من خامات جيربر بقى. طيب فلمّا نيجي هنا جيربر حاطط لي خامات، طب هي فين يا باشمهندس؟ أهو. هافتح this PC local disk C اللي هو الpartition الC، هالاقي فايلين program file وprogram file x86. أروح لقائمة view وأقول له هنا من show أعلّم على hidden يظهر لي الملفات المخفية على الكمبيوتر، hidden يعني مخفي أهو. وآجي هنا ألاقي program data ظهرت عندي، جيربر تكنولوجي، سيلويت 2000، فابريك، ألاقي كل الخامات. ينفع آخد صورة أي خامة عندي أصورها بالموبايل وأحدد الحجم بتاعها 5 في6، 6 في7، وأحطها عندي هنا عادي، ما عنديش مشكلة خالص. أدي كاروهات وأدي حاجات منقوشة وأقطان ولينن، زي كل اللي أنت تحلم بيه هنا موجود، ما فيش مشكلة خالص. السيلويت 2000 دي فيها كل حاجة، فيها الأفاتارز بتاع ال3D، تمام كده، وفيها الماتيريال وفيها الاكسسوارز بتاعتي اهي، الزراير، كل اللي انا عايزه. طيب بعد ما فتحنا الفابريك نيجي هنا على الباترن ديزاين، نخش على ايديت كاستمايز بريفرنسز ونعلم على التكستشر. انا عايز اضيف خامه بقى، سيف اوكي. علمت عليها، هاجي من كرييت، تمام، بليس الايمج دي، اقول له الجزئيه دي كده اهي، يعني خامه الخامسه دي مثلا اهو. دوست عليها اقول له اوكي. اوكي ابص الاقي دي خدت خامة بنفس القماشة بتاعتي. ادي البطانة، اديها يا ابني البطانة لون تاني خالص اهو. اوكي اديت البطانة خامة تانية خالص. عايز اللون ده مثلا، اديني الحتة البيضة دي اهو. اوكي طبعا انا بقى عارف مسمياتي ايه، تمام كده. الحشوات، اختار خامة للحشوات مثلا اهو. اوكي كده انا حطيت كل حاجة لوحدها اهو. يبقى انا كمان صنفت الوان
وصنّفت خامات لو أنا عايز أدلّع نفسي على شاشة الpattern design. بالتوفيق، شكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.